في وقت من الأوقات ناس كتير مننا ركبت حصان ميت، بس غالبا مش بنحب نعترف. مش لازم يكون حصان فعلا، ممكن يكون مشروع، وظيفة، علاقة، أو حتى طريقة تفكير أو أسلوب حياة. حاجة ما بقتش تتحرك لكن لسه مكمل عليها، بس لأنك صرفت فلوس وبذلت وقت ومجهود ومش قادر تنزل. العلم بيسمي ده بمغالطة التكاليف الغارقة، يعني إنك بتستمر في حاجة خسرانة مش عشان في فايدة منتظرة، لكن عشان دماغك بتقولك ما ينفعش تسيب دلوقتي بعد كل اللي انت عملته. بس الحقيقة انت كل دقيقة بتكمل فيها على حصان ميت بتخسر أكتر. في علم الإدارة نظرية الحصان الميت بتقول لو اكتشفت إنك راكب حصان ميت انزل. بس اللي بيحصل إن أغلب الناس بدل ما بتنزل بيعملوا حاجة أغرب، يجيبوا مدرب للحصان، يغير السرج، يطلب تقرير عن حالة الحصان، يعمل ميتنج عاجل لبحث كيفية تطوير أداء الحصان. لكن في الحقيقة اللي بيخلينا نكمل هو الخوف، الخوف من الخسارة، من التغيير، من كلمة فشل. الشخص الذكي هنا مش اللي دايما بيكمل، ولكن اللي يعرف يقف إمتى. جرب تسأل نفسك الأسئلة دي: هل اللي بعمله لسه بيضيف قيمة؟ هل السبب اللي أنا بدأت عشانه لسه موجود؟ هل لو كنت لسه بره الموضوع كان ممكن أدخل فيه؟ لو الإجابة لأ في التلاتة، فأنت غالبا على حصان ميت. وبدل ما تضيع وقتك ومجهودك في محاولة إنعاش الماضي، استخدمها تبني حاجة جديدة بتتحرك فعلا. في النهاية الهدف إنك تفهم إن مش كل توقف فشل، ولا كل استمرار معناه نجاح. أحيانا بتكون الشجاعة مش إنك تكمل. جرب كده تفكر مع نفسك بهدوء وقول لي في الكومنتس هل اكتشفت قبل كده إنك كنت راكب حصان ميت، وبقول لي عملت إيه ساعتها. بس كده، ونتقابل قريب إن شاء الله.